السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نحضروا كيكه الشوكولاته المسقي بواحد الصوص اللي كتجي رائعه ديال الشوكولا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ونبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكيك، عندي هنا 2 بيضات كبار، عندي هنا 7 المعالق كبار ديال الحليب بارد، 7 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، 7 المعالق كبار ديال السكر سنيده، عندي 7 المعالق كبار كذلك ديال الدقيق خاص بالحلويات، عندي 2 اكياس ديال خميره الحلوى، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو ما يعادل 2 اكياس، وواحد الكيس ديال السكر الفانيلا باش غادي نقسم. ندوزو باش نخلطوا هاد الخليط ديال الكيك. غندير دوك 2 بيضات، غنحركهم مزيان نطلقهم على هاد الشكل هذا، غنضيف عليهم كذلك السكر، وغادي نضيف عليهم هذاك سكر الفاني والكاكاو، وكنستمر في التحريك نمزجهم مزيان، وغادي نضيف عليهم الحليب باش غادي يحل لينا هاد الكاكاو مع السكر. هنا كنستمر في التحريك وكنضيف الزيت تدريجيا، كنحرك مزيان هاد المكونات. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، غندير واحد الكميه ديال الدقيق وغنزيد كذلك الخمارات، قلت لكم 2 اكياس، وغنحرك مزيان وندير باقي الدقيق. يعني المقادير راه باينين ومعبورين، عطيتكم يعني بالعبار ديال المعلقه باش كل شيء ان شاء الله يجيه ساهل. هذا الخليط ما تكون لا زياده ولا نقصان. هنا بعد ما حركت الخليط مزيان كيجي على هذا الشكل، كيجيش ثقيل بزاف اولا خفيف. خديت المول اللي غادي ندخل الفران دهنته بالزبده، انا درت هذا المول هذا ديال الزاج دهنته بالزبده فقط لانه ما كيلصقش. غادي ندير عليه هذاك الخليط، والفران كيكون ديجا سخون عندي هنايا على درجه الحراره تقريبا 170 حتى 180، ونخليه شويه غير يطيب تقريبا ما كاملاش ربع ساعه. هنا غندوز نحضر الصوص او الكريمه اللي غندير فوق الكيك ان شاء الله. عندي 4 الكيسان ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا اولا بودره الكريم باتيسير، 10 الحبات ديال الشكلاط اولا 10 القطع ديال الشكلاط، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق ديال السكر، وساشي ديال الكاكاو، وساشي ديال الفاني. هنا درت 4 ديال الكيسان ديال الحليب كيف كتشوفوا، درت عليهم هذاك الساشي ديال الكاكاو والساشي ديال الفاني باش غادي نسم. درت كذلك 2 معالق ديال السكر حسب الذوق، ودرت 2 معالق كبار ديال بودره النشا اولا الكريم باتيسير اللي متوفر عندكم. غنحرك مزيان هذا الخليط قبل ما نديرو على النار. هنا درتو على نار مهيله، بقيت مستمره في التحريك حتى بدا كيعقد معنا شويه. درت هذيك معلقه صغيره ديال الزبده وهذوك 10 القطع ديال الشوكولاته السوداء. كيف لاحظتوا معايا الخليط هو بدا كيعقد هنايا، وريتكم الشكل ديالو راه ما كيجيش عاقد بزاف شاد راسو لانه مازال غنخليه يرتاح ويبرد. هنا من بعد ما بدا يغلي لينا ويتقل خرجته اولا حيدته من فوق النار، درته هنا في واحد الاناء باش يبرد ليا دغيا، حيدته من الكاسرونه. غنخليه على سطح العمل غير شويه حتى يبرد لي شويه باش نقدر نغطيه بلاستيك غذائي باش ما يكوليش واحد الطبقه من الفوق ويخسر لينا هاد لاصوص اولا هاد الكريم اللي غندير ان شاء الله من فوق الكيك. هنا غادي نغطيه وندخل الثلاجه نخليه يبرد ليا تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه يعني حتى توجد لكم الكيك. هنا الكيك من بعد ما خرجتها من الفران خليتها بردت غير شويه. هنا غادي ندوز نسقيها. خديت واحد الكاس ديال الحليب، درت معاه واحد المعلقه ديال نيسكافي قهوه سريعه الذوبان. غنتقبها هكا باش كتشرب لنا هاد الصوص اولا هاد الحليب. كيف كتشوفوا تقبتها شويه وغادي نسقيها، وغادي نخليها كذلك جانبا حتى كتبرد لينا هذيك الكريمه اللي حضرنا مع بعضياتنا. راه ما كتجيش عقده بزاف، ما كتجيش شاده راسها، يعني واخا ديروها من فوق الكيك كتبقى سايحه وزوينه. هنا ها هو الكيك عفوا لاصوص من بعد ما برد لينا مزيان. كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، راه ما كيجيش عاقد، يعني تقدروا تحكموا فيه كيف بغيتو. غادي نضيفوا على هاد الكيك من الفوق من بعد ما تقبتوه مزيان باش كيشرب لكم هاد لاصوص. كنديروا عليه من الفوق
كنقادو مزيان بواحد السباتولا، ومن بعد كنرجعوه للثلاجه كنخليوه يبرد ويشد راسو مزيان. بالنسبه الا بغيتو تزينوا بالشوكولا من الفوق، من الاحسن خليوه حتى كيبرد مزيان باش هذاك الشوكولا منين ديروه من الفوق ما يذوبش معكم. هنا من بعد ما برد لي مزيان في الثلاجه درت عليه هكا واحد شويش ديال الشوكولات، من بعد ما حكيته في الحكاكه الغليظه درتو عليه كتزين بسيط من الفوق. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما وجد. ها نتوما كيف كتشوفوا كيجي هشيش مسقي بارد بهذاك الصوص ديال الشكلاط من الفوق اللي كيجي لذيذ عامره شكلاط. صراحه جات لذيذه بزاف. العشاق الشوكولا ولي كيك ديال الشوكولا يجربوا هاد الكيكه، راه فريمون كتجي واعره رائعه جدا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا.